السلام عليكم حبابي، اخباركم؟ لاباس عليكم؟ اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوه ديال الهلال مفنده في السكر كلاصي. فهي كتجي هشيشه ورائعه. فهاد الحلوه ما كاينش شي بيت ما كيديرهاش. فعلى بركه الله غندوزو المقادير وطريقه التحضير. المقادير غنحتاجو كاس ديال الزنجلان اللي تنكونوا محمرينو ومهرمشينو شويه، وهنا هنا كاس ديال اللوز كذلك يكون محمر ومهرمش بالقشور ديالو. عندنا هنا كاس ديال السكر سنيده بطبيعه الحال تيكون كذلك مطحون، وكاس ديال الزيت، وكنحتاجو 250 غرام ديال الزبده اللي كتكون بحراره المطبخ. كذلك كنحتاجو خماره والدقيق على حسب الخليط. فواحد الاناء غادي ناخذوا الزبده كيف ما قلت لكم فهي كتكون بحراره المطبخ. علاش؟ باش تعطينا الطوع، يعني تسهل علينا في اننا ندمجوها مع العناصر الاخرى وما تكونش قاصحه. فنضيفوا ليها واحد الكاس ديال السكر سنيده كيف ما قلت لكم اللي كنكونوا طحناه باش ما كيبقاش ديك ما كنطحنوش حتى كيتلين، غير كان بحال كنهرمشوه واحد شويه. من بعد كنضيف واحد القبيصه الملح باش كتحسن لنا الذوق، تندمجوا عفوا الزبده والسكر والملحه حتى كيندمجوا مزيان وكتطلق لينا في يدينا. كنزيدوا واحد الكاس مع مرش ديال الزيت، وكنخلطو حتى كندمج. بطبيعه الحال هاد العناصر كامله فهي كاس واحد ديال العنبه كنديروا به الزنجلان، كنديروا به اللوز كل شيء. فدابا الان غنديروا النواشف، كنديروا داك الزنجلان، كنديروا اللوز. فعوض اللوز ممكن ديروا الكاوكاو كتحمروه وكطحنوه. هنا عندي واحد شويه ديال الفواكه الجافه دوك المعسله، قطعت منها واحد شويه، هي كتعطي واحد النكهه زوينه. فكنخلطوهم كاملين. فممكن انكم تعوضوا دوك الفواكه بالزبيب الا بغيتو، ما بغيتوش كتقدروا تخليوها غير بحال هكا. هنا كنزيد واحد القبيصه تقريبا راس المعلقه ديال القرفه، فهي كتعطي واحد النكهه زوينه. فهنا اللي بغى يديرها ديرها بطبيعه الحال، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش. فكنبداو نضيفو، كنديروا الخميره، كنديروا الدقيق. فانا عندي هنا تقريبا هزت ليا واحد تقريبا 6 الكيسان ونص ديال الدقيق ديال الفورص. بطبيعه الحال الكيسان ديال العنبه كيف ما قلت لكم كنعبروا به الدقيق، كنعبروا به النواشف كامله اللي عندنا. فكنبقاو نخلطوا حتى كنجمعوا. بطبيعه الحال العجين ما خاصهاش تجي قاصحه وما خاصهاش تجي مرخوفه، يعني كتجي على هاد الشكل. فمن بعد كنبداو كنشكلوها على شكل ديال الهلال. فهي كتكون عندنا هشيشه بطبيعه الحال، فكنبقاو نشكلوها على شكل الهلال حتى كنكملوا الكميه اللي عندنا. وممكن كذلك من غير شكل ديال الهلال، فممكن ديروها على شكل يعني ورده. فانتم كديروا العجين كديروها كوره وكتشدوا الطابع وكتطبعوا على شكل وريضه. فانا ما كانش متوفر عندي فدرت غير على شكل هلال. من بعد ما كنكملوا الكميه كامله فاحنا كنكونوا مسخنين الفران على درجه حراره 180، كنشعلوا ليه الفوق والتحت. من بعد كندخلوها الفران كتحمر من التحت ومن بعد الفوق، وخاصه بقاورات دير ليها البال لانها فيها الزبده فكطيب بواحد السرعه. فلا ما رديتش لها البال تحرق لكم، فكونوا معاه على بال. فملي كطيب وكتوجد لنا كنخليوها حتى كتبرد تماما. فاحنا كنحتاجوا للزين ديالها السكر كلاصي. في الاول كندردروه من الفوق غير باش كيشد لينا السكر من الفوق، ومن بعد كنبداو كنفندو وحده بوحده وكنقدموها بالصحه والراحه. فكنتمنى فعلا انكم تجربوها. فهي كتجي هشيشه ودواز اتاي غزال بالعشيه، ان الواحد كيجلس كيعمر واحد البريريد ديال اتاي وكيحط معاه واحد الطبيصيل ديال هاد الحلوه. فكنتمنى تعجبكم وبصحه والراحه.